الاحتجاج الشعبي متواصل في إسرائيل وبوتيرة متصاعدة، فمنذ منتصف يوليو آلاف الأشخاص يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع أسعار المساكن وللمطالبة بتغييرات سياسية، حركة يساهم فيها الويب إلى حد كبير. فالمحتجون يستخدمون الشبكات الاجتماعية لتنسيق تحركهم ونشر أصدائه. على فيسبوك العديد من الصفحات أبصرت النور لدعوة المواطنين للانضمام إلى التحرك، وعلى تويتر بالإمكان الحصول على تفاصيل المظاهرات وأوقاتها. فالمظاهرات تتكثف منذ نحو أسبوعين في كبرى المدن الإسرائيلية، وكما تظهر الصور المنتشرة على الشبكة فإن أكثر من 150 ألف شخص تظاهروا مساء السبت في تل أبيب معقل الاحتجاج. مطالب المحتجين جدية، إلا أن أجواء التجمعات مرحة. الأشرطة المنتشرة على النت تظهر في بعض الأحيان أشخاصا يغنون للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. الحركة الاحتجاجية غير مسبوقة في إسرائيل ويبدو أنها ستطول، فمئات المحتجين نصبوا خيامهم في وسط مدن كتل أبيب والقدس وحيفا للضغط على الحكومة من أجل الإسراع في تطبيق إصلاحات اجتماعية في إسرائيل.